حته السكور دي يعني عاده الرحلات الافريقيه ما بيبقاش الواحد ضامن الظروف الملعب الجو هناك ايه، فحته السكور دي بقى دي تختلف عن ماتشات الدوري. هل في مثلا تعليمات معينه ان مثلا زي ماتش الجزائر كده السنه اللي فاتت الزمالك كسب 7 بقى يطمئن اكتر ان هو معدي من الدور الثاني؟ طبعا كل ما السكور هيعلى كل ما هيلعب في ماتش العوده، لكن احنا تعليماتنا للعيبه ان احنا ما بنحطش ضغط عليهم ان هم يكسبوا سكور. دي نقطه مهمه جدا، ان انت ما تحطش ضغط نفسي على اللعيبه ان هم لازم ينزل يجيب 3 و4، لو عملت كده معانا هتيجي مستعجل. احنا هدفنا ان احنا نجيب الجول الاولاني، واحنا متاكدين ان احنا لو جبنا الجول الاولاني احنا باذن الله السكور هيزيد. كابتن ميدو، المباراه الجايه بحضور جماهيري وفي اول عوده للجمهور بعد غياب يعني. طبعا انت اكيد محفز اللعيبه ان هم يلعبوا قدام الجماهير، وطبعا انت عارف عشان اللعيبه معظمهم صغيرين في السن وكده، فهل الضغط الجماهيري انت حضرت اللعيبه اللي هيبقى فيه جمهور كتير والجمهور ده يقدر يساندهم يبقى عامل ايجابي؟ وكلمه طب بعد ما السؤال ده للجمهور بقى، رساله للجمهور من كابتن ميدو. لا طبعا هو اللعيبه يعني كلهم عندهم خبرات، كلهم لعبوا قدام الجمهور قبل كده باستثناء واحد او اثنين، واللعيبه الصغيره احنا عارفين ازاي نحضرها نفسيا للعب امام الجمهور. احنا بالنسبه لنا جمهور الزمالك هو سلاحنا، هو اهم سلاح احنا فاقدينه في المباريات اللي فاتت، والمستوى اللي انتم شفتوه المباريات اللي فاتت ده لو معانا جمهور المستوى ده هيزيد 50%، لان احنا عارفين اهميه وجود الجمهور معانا، وعدم وجود الجمهور في الدوري بيساوينا يعني من الناحيه المعنويه بعض الشيء من فرق ثانيه. الجمهور هو سلاحنا قدام الفرقه دي كلها. حته عدم وجود الجمهور في مباراه الدوري احنا متفاهمين موقف الدوله وصابرين لغايه الوقت اللي هيخش فيه الجمهور، لكن احنا طلبنا من مباراه افريقيا اللي بنلعبها باسم مصر لازم الجمهور يخش لنا. الحمد لله حصلت استجابه كويسه من المسؤولين في وزاره الداخليه، وانا بشكرهم ان هم سمحوا للجمهور ان هو يخش. رساله لجمهور نادي الزمالك، اتمنى ان هم ما يبقاش في اي خروج عن النص خلال اللقاء، لان احنا في وقت صعب في البلد، عندنا اولويات، ولازم يودوا رساله للمسؤولين ورساله للعالم كله ان مباراه يوم الاحد ان شاء الله تدي دافع للمسؤولين ان هم يسمحوا للجمهور بعد كده بدخول مباراه في الدوري العام.